اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنا عندي فرخه مسكتها قطعتها وغسلتها وشقتها كده زي ما انتم شايفين شقها ازاي. دي حاجه. فاكرين الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض لما عبيناها في الازايز؟ دي اخر حبه فاضلينهم. بصوا حبه قد ايه. هتبل بيهم الفرخه عشان نعمل صينيه بطاطس مع بعض. هنا حطيت التتبيله. امسك بقى التتبيله كده ادعك بيها الفراخ وادخلها في ايه، في الحته اللي احنا مفتحينها. ماشي. بصوا الصدر انا بفتحه ازاي. الصدر بيبقى كده، بفتحه بالسكينه بيبقى كده، ما بخلصوش خالص، بخليه بس كده. كل ده كده هنتبله عشان نعمل احلى صينيه بطاطس مع بعض. خلاص كده. انا مش عايزه تتبيله كتيره يعني، يا دوب بس ايه، ريحه بس كده. ماشي. انا كده تبلتها اهوت تتبيله خفيفه. ماشي. وهروح هنعمل ايه تاني دلوقتي. هنا بقى عندي طماطم، 3 بصلات متوسطين، كام فص ثوم، نص قرن فلفل. البطاطس بقطعها بالثوم كده. هنا بقى حطيت الصينيه على النار، خليها تاخد لون معايا وارجع اقول لكم هعمل ايه. كده بعد ما تبلتها وسبتها شويه في التتبيله، هغطيها وهسيبها متغطيه لغايه بس ايه، ما اقلبها لغايه ما تحمر معايا. تعالوا بقى نقطع البطاطس والبصل. هنا بقى نقطع البصل. انا عايزه البصل يا جماعه ما يدوبش مني، فانا هقطعه حلقات تخينه مش حلقات رقيقه. يعني بصوا الحلقات بتاعتها تبقى تخينه ازاي. مش عايزه البصل يدوب مني، انا عايزه احس ان البصل برده يبقى موجود. قطعت البصل حلقات نفس النظام. طماطم اقطعها برده حلقات او نص حلقه، يعني دي او دي. كده كده هي هتدبل معانا بسرعه، فاقطعها حلقات كده اهو. كل ده لسه الفراخ على النار عادي اكني بسويها تسويه عاديه. الطماطم عندي مش شرط ناشفه او طريه. وهنا عندي كام فص ثوم اهمت برضو، دول هبقى اقطعهم وانا بعمل بطاطس. والبطاطس احنا مقطعينها الثوم كده. كده كل حاجه عندي جهزت. ومعايا بصوا نص قرن فلفل، يعني انا يحط كله ما احطوش اهو. انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، انا مستكفيه بكميه الزيت اللي انا حطاها في التتبيله لما عملتها معاكم. تعالوا نبص بص على الفراخ نشوف وصلت لفين. بصوا انا بقى كده هبتدي اقلبها. هي كده هتنزل الميه بتاعتها كلها وتشربها. انا هبتدي اقلبها قبل ما تلزق، لان احنا مش حاطينها على العظم، احنا كنا حاطينها على اللحمه على طول، فلو كنت استنيت شويه كانت هتلزق. اقلبها بالمنظر دوت واسيبها تنشف خالص، الصينيه تنشف خالص، ما يبقاش فيها اي حاجه خالص. وبعد كده ايه، هوريكم هنعمل ايه. احلى صينيه بطاطس هتاكليها في حياتك في حياتك. هعمل نفس العمله وهغطيها واسيبها بس كده، اسيبها لغايه ما تنشف خالص. انا كده بقى هو بقلبها، بمعنى صح مش هقلبها، انا هطلعها بقى في طبق خارجي بره وهوريكم هنعمل ايه. كده بقى اطلع الفراخ في الصينيه في طبق خارجي. خلي بالكم ان انا ما حطيتش اي زيوت قدامكم، ولا زيوت ولا جنس حاجه خالص. كل ده اللي نزل من الفراخ، هو ده اللي انا هعتمد عليه في الاكل كله. شايفين الحاجات دي كلها تدي طعم حلو قوي لصينيه البطاطس. طلعت كل حاجه كده وهرجع اقول لكم هنعمل ايه. بصوا كل الحاجات اللي طلعت دي مش محروقه، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. مش محروقه. بصوا لونها لون البني الفاتح، شايفين؟ دي اللي انا هعتمد عليها في كل حاجه دلوقتي. انزل بايه؟ انزل بالبصلايه. البصلايه هتطلع لي كل السوائل والحاجات اللي لازقه في الصينيه. هفضل بقى اقلب فيها لغايه بس ما ايه، يعني تدبل معايا كده. بصوا هنزل بقى بالطماطم. انا الحاجات دي كلها عايزاها تدبل، انا مش بثبت، انا عايزه الحاجات دي كلها تدبل، مش اكتر من كده. تدبل تدبل، والميه اللي هتطلع من البصل والطماطم هي اللي هتطلع لي الصوص اللي في الصينيه. هنا بقى الثوم اللي معايا اقطعه كده. حوالي ايه 3 فصوص 4 فصوص كبار كده. بصوا اقطعه شرايح ازاي. حطيت هنا الثوم وادي قرن الفلفل، احط منه
حطيت 2 بس. بصوا ريحه الثوم مع البصل مع الطماطم، ريحتها مش قادره اوصفها. بصوا انا ما حطيتش كتير، ريحه بس. في الوقت ده بقى انا هتبل، احط التوابل بتاعتي. بصوا البصل ما تدلش ازاي عشان احنا مقطعين تخين، شايفين عاملين ازاي البصل عشان احنا مقطعين تخين. بصوا ما تدلش معايا خالص ازاي. لما اجي هنزل بكمون، رشه الكمون دي هتودي البطاطس في حته ثانيه. هنزل فلفل اسود، هنزل بملح. انا ما نزلتش بملح كتير عشان الفراخ حايقه، خليكم عارفين ان الفراخ حايقه، فعشان ما تنزلوش بملح كتير، هو الملح على قد البطاطس بس. كده هطفي عليها. اجيب طبق تاني وهقسم الخلطه دي 2. شايفين كل ده هيطلع دلوقتي مع البطاطس، هيدي طعم حلو قوي للبطاطس. اجيب بقى البطاطس خلصتها وارجع لكم. كده انا نزلت بالبطاطس، هنزل بقى بالخلطه اللي احنا شلناها على البطاطس مش على الفراخ. على البطاطس مش على الفراخ، خليكم فاكرين ان احنا بننزل على البطاطس مش على الفراخ. انا الفراخ عايزه احس ان هي مشويه. خلاص كده اهوت. هبتدي بقى ارص الفراخ بتاعتي، اللحم من فوق والعظم من تحت. بس انا رصيتها كده. هنزل بقى عندي الكبايه، عندي الجناح بتاعها، هنزل بيهم على جنب. واي سوائل نزلت من الفراخ انا هنزل بيها. خلي بالكم ان احنا لسه ولا حطينا ميه ولا حطينا اي حاجه، فاي السوائل اللي نزلت من الفراخ هنزل بيها. كده بقى الفها بورق فويل وادخلها الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هوريكم بقى الجمال. وهنا هنزل بالصينيه اللي كان فيها الفراخ، نص كوبايه ميه سخنه. ادخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن عامله ازاي. تعالوا بقى مع بعض نعمل الرز المنقوع. ده بقى الرز عندي غسلته وصفيته، هنزل عليه بميه سخنه اكني بعاير الرز بالظبط. يعني هنزل عليه اكني بعاير الرز بالظبط. ماشي. هنزل بشويه زيت، الزيت عشان يديله لمعه. ملح، حيقي الرز بتاعك عشان خلاص انت بعد ما هتحيقيه مش هتحطي له اي حاجه تانية. ودوقي الحياء بتاعه كده، حياء مظبوط. هنا بقى اروح حاطه له حته مكعب زبده اهوت. بس كده خلاص، مش هعمل اي حاجه تاني. هنا بقى لما اجي اقدم الاكل، قبل ما اقدم الاكل بتلت ساعه بنص ساعه هولع عليها. بس كده كده مش ناقصنا اي حاجه تانية. بعد ما نخلصه بقى هولع عليه على نار عاليه. لما اجي اسويه هولع عليه على نار عاليه، واول ما يغلي ويتشرب ما يبقاش ميه خالص، هوطي عليه النار على الاخر خالص واسيبه يستوي براحته. في حاله لو عملتيه الصبح وجيتي بالليل تسويه ما لقيتيش فيه ميه، برده ولعي عليه على نار عاليه جدا لغايه ما تحسي ان ما بقاش فيه ميه خالص، وبعد كده وطي عليه. على فكره الرز المنقوع يا جماعه حلو قوي. دي ميه اللي احنا حطيناها دي ميه سخنه، ما حطيناش ميه ساقعه، ميه سخنه من الكاتل. يلا اخلص الحاجه وابقى ارجع بعد كده اوريها لكم. بصوا يا جماعه اكنها مشويه بالظبط. بصوا الجمال، ولعت عليها الشوايه خلت اللون الجميل ده. طبق بتنجان مخلل، وده الرز المنقوع. بصوا جماله عامل ازاي الرز المنقوع، تحفه. بصوا. يلا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واللي بتتابعوني منين باي باي.